واش عرفتي شحال من دقه كنضرب؟ اجي نقول لك. فالنهار واحد فقط كنخدم بلا توقف، نهار وليل، كنضرب تقريبا 100,000 مره. فكل دقه كنصيفط الدم لكل خليه في جسمك. الا توقفت غير لحظه كل شيء يوقف. انا الشريان، الخدمه ديالي هي نخرج الدم من القلب، كنوصلوا للاعضاء ديال الجسم بسرعه. السلام، انا الوريد، انا كنرجع الدم للقلب من جديد. فالعاده الشرايين كيكون فيهم دم فيه الاكسجين، والاورده كيرجعوا الدم اللي ناقص فيه الاكسجين. بجوجنا كنخدموا باش الدوره الدمويه تبقى خدامه. السلام، انا الدم ديالك، كل دقيقه تقريبا كنقوم بدوره كامله في جسمك. القلب كيدفعني بقوه عبر الشرايين، كنوصل الاكسجين والطاقه لكل خليه، ومن بعد كنرجع عبر الاورده نمشي للريه باش ناخذ الاكسجين من جديد، ومن بعد نرجع للقلب. وهكذا كنكرر الرحله ديالي آلاف المرات في النهار. سلام، انا الدي ان اي ديالك، انا الكتاب اللي فيه المعلومات ديال جسمك، كنكون داخل كل خليه في جسمك، كنخزن التعليمات اللي كتصاوب البروتينات. هاد البروتينات هي اللي كتحدد الشكل والوظائف ديال الجسم، لون العينين، لون الشعر، وحتى بعض الصفات كلها مكتوبه في الدي ان اي ديالك. سلام، انا الخليه ديالك، باش الجسم ديالك يخدم كنحتاج الطاقه، كنصاوبها داخل واحد العضيه سميتها الميتوكوندريا، كنستعمل الاكسجين والسكر، ومنهم كنصاوب جزيئه سميتها ATP. ATP هي الطاقه اللي كتستعملها الخلايا باش العضلات تتحرك والدماغ يخدم. السلام، انا الجسم ديالك، الحراره الطبيعيه ديالي تقريبا 37 درجه. ملي كتسخن بزاف الدماغ كيامر الجسم يعرق، العرق كيخرج وكيبرد الجلد، وحتى الاوعيه الدمويه كتوسع باش الحراره تخرج. اما ملي كتكون البرد الجسم كيبدا يرجف باش يصاوب حراره، وهكذا كنحافظ على التوازن ديالي. السلام، هذا صوتك، ولكن علاش ما كيعجبكش في التسجيل؟ حيت ملي كتبادر كتسمع صوتك من الداخل والخارج. العظام ديال الجمجمه كتنقل الصوت بطريقه مختلفه، ولكن في التسجيل كتسمع غير الصوت الخارجي، لهذا كيبان مختلف وغريب عليك. فهمت. السلام، انا العصب ديالك، الخدمه ديالي هي نقل المعلومات في اللحظه. ملي كتلمس شي حاجه سخونه الجلد كيصيفط اشاره للدماغ، الاشاره كتسافر في الاعصاب بسرعه كبيره، كتوصل للدماغ في جزء من الثانيه، والدماغ كيصيفط امر ليدك باش تبعدها بسرعه. هاد العمليه كامله كتوقع تقريبا في اقل من ثانيه. سلام، انا المفصل ديالك، العظام كتحرك عندي كل نهار، ولكن ما كاينش احتكاك كبير. حيه العظام مغطيه بطبقه ناعمه سميتها الغضروف، وكاين سائل خاص سميتو السائل الزليلي. هاد السائل كيخدم بحال الزيت، كيخلي العظام تنزلق بسهوله، وبهكا المفاصل كتحرك بلا الم. السلام، انا العظم ديالك، ملي كنتكسر الجسم ديالك كيبدا يصلحني مباشره. اولا كيتجمع الدم حول الكسر، ومن بعد كيتصاوب نسيج جديد، الخلايا العظميه كتبدا تبني العظم من جديد. مع الوقت العظم كيرجع يتصلح ويقوى، وهكذا الجسم ديالك كيعالج الكسر تدريجيا. سلام، انا الانف ديالك، ملي كتشم شي ريحه جزيئات صغيره كتدخل مع الهواء، هاد الجزيئات كتوصل لمستقبلات الشم داخل الانف. هاد المستقبلات كترسل اشارات للدماغ، والدماغ كيتعرف على الريحه. بهذا الشكل كتقدر تميز بين الاف الروائح المختلفه. سلام، انا الاذن الداخليه ديالك، انا المسؤول على التوازن. في داخلي كاينين قنوات صغار فيهم سائل، ملي كتحرك راسك السائل كيتحرك حتى هو وكيصيفط اشارات للدماغ. الدماغ كيامر العضلات باش يحافظوا على التوازن، وهكذا كنحافظوا على توازننا، وهكذا كتقدر تمشي وتبقى واقف بلا ما طيح. وانت واقف بثبات. السلام، انا الخلايا ديال الجسم ديالك، كل نهار بزاف ديال الخلايا كتموت، ولكن الجسم ديالك كيعوضهم بخلايا جديده. هاد العمليه كتسمى انقسام الخلايا. الخليه كتقسم لجوج خلايا جداد، وبهذه الطريقه الجسم ديالك كيبقى يتجدد. مثلا الجلد ديالك كيتبدل تقريبا كل شهر، الجسم ديالك بحال ورشه خدامه 24 ساعه على 24. السلام، انا العين ديالك، ملي كتشوف شي حاجه الصوره كتدخل عندي عبر الضوء، ولكن المفاجاه الصوره كتكون مقلوبه فوق الشبكيه كامله. ومن بعد الدماغ كيستقبل المعلومات وكيقلب الصوره باش تشوفها بشكل صحيح. كل هاد الشيء كيوقع في جزء صغير من الثانيه. انا البنكرياس ديالك، الخدمه ديالي نراقب السكر في الدم. ملي كتاكل السكر كيطلع، كنطلق هرمون سميتو الانسولين. الانسولين كيساعد الخلايا يدخل السكر وتستعملوا طاقه، وملي السكر كيهبط بزاف كنطلق هرمون اخر باش يرجع يتوازن. هكذا الجسم ديالك كينظم السكر في الدم. السلام، انا الدماغ ديالك، كل نهار كيدخل عندي معلومات بزاف، ولكن ما نقدرش نحتفظ بكل شيء، كنخزن غير الحوايج المهمه. الا المعلومه ما تعاوداتش ولا ما كانتش مهمه الاشارات العصبيه كتضعف، ومع الوقت الذاكره كتبهت وكتضيع، لهذا كننسى بعض الحوايج بسرعه. السلام، انا الركبه ديالك، كل نهار كنحمل الوزن ديالك باش تمشي وتجري. الا بغيتي نحافظ عليك وما نضركش خاصك دير شي حوايج بسيطه. اول حاجه حاول ما تزيدش الوزن بزاف حيت الضغط كيتزاد عليا. ثاني حاجه دير تمارين خفيفه باش تقوي العضلات اللي حدايا. وثالث حاجه ما تبقاش جالس بزاف بلا حركه، الا حافظتي عليا غادي نخليك تمشي وتتحرك بلا الم. سمعتيني كنتوجع؟
انا الدرسه ديالك، وملي كيوقع فيا التسوس كنعطيك الحريق. الا بغيتي تنقص الالم شويه جرب هاد الحوايج البسيطه راه عندك في دارك. الماء دافئ مع الملح كيعاون ينقص الالتهاب. تقدر حتى دير شويه د القرنفل حيت فيه ماده كتخفف الوجه، والا كان الورم حط شويه الثلج من برا ديال الخد. ولكن ما تنساش هادشي غير مؤقت، الحل الحقيقي هو تمشي لطبيب الاسنان.